$1 million a week. Where are we going? Trouble mess. أهم 10 أحداث لازم تفتكرها قبل الموسم الثالث من House of the Dragon في ليلة تاريخية لعائلة تارجريان، وتقريباً قبل 200 سنة من أحداث Game of Thrones بدأت شرارة الانقسام اللي هتغير وجه الممالك السبعة للأبد. إحنا مش بس بنتكلم عن صراع على كرسي حديد، إحنا بنتكلم عن عيلة كانت بتمتلك الأرض والسماء ب17 تنين، وفجأة قررت تحرق نفسها بنفسها. نبوءات ومصير كان لازم هيحصل، ولا حيل ومكر وألعاب سياسية للسيطرة على الكرسي الملعون. أسئلة كتير محتاجين نجاوب عليها عشان ندخل الموسم الثالث وإحنا فاهمين كل تفصيلة. أهلاً بيك في توب 10 بالعربي على قناة تيل بلوت. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الإشعارات عشان يوصلك كل جديد، ويلا نستعد عشان نبتدي قائمتنا. رقم 10، وريثة العرش الحديدي. Who else would have a claim? The firstborn child. بتبدأ أحداث المسلسل مع الملك فيسيريس تارجيريان اللي ملوش أبناء ذكور أحياء بعد وفاة ابنه الأول، وبيقرر بشكل غير معتاد إنه يسمي بنته رينيرا كوريثة للعرش الحديدي كسراً للتقاليد اللي بتفضل الذكور، وده بيكون بدل من أخوه دايمون اللي كان الوريث التالي المحتمل بحكم كونه أقرب ذكر للعائلة الملكية. لكن العلاقة بينه وبين الملك كانت متوترة بسبب تصرفاته المتهورة وسخريته من الملك، وده بيخلي فيسيريس يبعده عن العاصمة ويبعته لدراجون ستون، ومن هناك دايماً بيحاول يثبت نفسه من جديد وبيخوض حرب ضد القراصنة المعروفين بكراب فيدر اللي كانوا مهددين التجارة والمملكة، وبيقدر بعد معارك عنيفة إنه ينتصر ويقتل قائدهم. وبعد ما بيكسب الحرب بيرجع لكينجز لاندنج وبيقدم تاج رمزي للملك كإثبات ولاء، وبيكون ده سبب في تهدئة التوتر بينه وبين فيسيريس وعودة تقارب نسبي بينهم. I will not be made to choose between my brother and my daughter. رقم 9، النبوءة الكاذبة. I found out something you should know. بعد وفاة زوجته بيقترح أوتو هايتاور على الملك فيسيريس إنه يتجوز بنته أليسن، وده بيكون خطوة سياسية لتقوية نفوذ عيلته، وفيسيريس بيوافق وبيتجوزها، ومع الوقت بيخلف منها أولاد، لكنه مستمر ومتمسك إن رينيرا هي الوريثة الشرعية للعرش، وده بيخلق توتر كبير بين أليسن ورينيرا ويحول صداقتهم لعداوة. وقبل وفاة فيسيريس بيحاول يوضح لأليسن كلامه عن نبوءة إيغون الفاتح، لكن بسبب حالته الصحية أليسن بتفهم كلامه غلط وتفتكر إنه يقصد ابنها إيغون وأحقيته هو في العرش، وبتستخدم أليسن المعلومة دي بعد كده لدعم موقف ابنها داخل مجلس الملك، وده بيكون من أهم أسباب تصاعد الصراع على العرش. السؤال هنا بقى، هل فعلاً أليسن فهمت غلط ولا تعمدت فهم كلام فيسيريس بالشكل اللي كان نفسها فيه؟ قول لنا أنت رأيك في الكومنتس. Have you never imagined yourself on the Iron Throne? رقم 8، دايمون ورينيرا. hand I speak with the king's voice on this and all other matters. في البداية بيحصل تقارب بين دايمون ورينيرا، وبتوصل أخبار العلاقة دي للملك من خلال أوتو هايتاور اللي كان دايماً معارض لتولي دايمون العرش، وده بيزود التوتر أكتر في العيلة المالكة. رينيرا بعد كده بتتجوز لينور فاليريان في زواج سياسي هدفه تثبيت موقفها وتهدئة الشائعات، وفي نفس الوقت بتحاول تحافظ على مكانتها كوريثة للعرش. ومع الوقت بتبدأ علاقة بينها وبين كريستيان كول، لكن لما بيطلب منها تهرب معاه وبترفض بيتحول لعدو ليها وفوراً بينضم لمعسكر أليسن. وبمرور السنين رينيرا بتخلف ولادها اللي بيكون في شكوك حوالين نسبهم، وبيتم اتهامها إن والدهم الحقيقي هو هاروين سترونج، وبيتم استغلال الموضوع سياسياً ضدها، وبيسيب أزمة كبيرة في البلاط الملكي. وفي نفس الفترة دي دايماً بيرجع بعد وفاة زوجته وبيتقرب من رينيرا تاني، وبيبدأ بينهم تحالف أقوى بينتهي بالزواج، وبيعلن دعمه الكامل ليها كوريثة شرعية للعرش، وبيتحول لأحد أقوى حلفائها في الصراع. طبعاً مش محتاجة أفكركم إن دايماً كان عم رينيرا، بس بلاش ندخل في الموضوع ده مع عائلة تارجريان لأن الموضوع ده غريب جداً عندهم. The crown cannot stand strong if the house of the dragon remains divided. رقم 7، العداوة بين الأبناء واستيلاء إيمون تارجريان على التنين فيجار. Everything that House Targaryen possesses is owed to it. أولاد رينيرا بيبتدوا يكبروا، وبيحصل بينهم وبين أولاد أليسن مناوشات كتير بسبب العداوة بين أهلهم وانقسام أحقية العرش بين رينيرا وإيجون.
وبتوصل المناوشات دي لقتال فعلي لما بيحاول إيموند الأخ الأصغر لإيجون ترويض التنين الأكبر والأقوى فيجار، وبعد ما بينجح في ترويضه بيحصل صدام بينه وبين أبناء رينيرا وبيتطور القتل لدرجة إن لوك ابن رينيرا بيفقع عين إيموند، لكنه بيحتفظ بالتنين وده بيخلي الكفة تميل لصالحه من ناحية القوة. وبتكون اللحظة دي نقطة تحول كبيرة لأن إيموند بيخرج من الموقف وهو خسر عينه لكنه كسب أقوى تنين في العالم. ومن هنا بقى العداوة بين الطرفين بتتحول من مجرد خلاف عائلي لصراع شخصي مليان كراهية ورغبة في الانتقام. If not the pursuit of legacy. رقم 6. تنصيب وارثين للعرش في وقت واحد والبداية الرسمية للحرب. It was a decade ago and he has since left the region undefended. We have left it undefended. My queen? بعد وفاة فيزيريس بتستقر رينيرا ودايمون وأولادهم في دراغونستون وبتنصب نفسها ملكة والوريثة الشرعية للعرش، وبيبدأ ينضم ليها بعض الحلفاء من النبلة، وفي نفس الوقت بيهرب لها تاج فيزيريس عن طريق أحد فرسان الحرس الملكي. وفي المقابل بيتحرك معسكر أليسن وأوتو هايتاور بسرعة داخل القصر، وبيتم إعلان إيجون ملك بمساعدة كريستيان كول وباقي مجلس الملك، وبيبدأ الطرفين يستقطبوا الهاوسز المختلفة ويكسبوا ولائهم. وبتبعت رينيرا ابنها لوك وتنينو لهاوس باراثيون عشان يضمهم ليها، لكن لما بيوصل هناك بيكون إيموند وصل قبله لدعم إيجون وبيحصل توتر بينهم. لوك بيحاول يهرب بس إيموند بيطارده بتنينو فيجار، وبيحصل قتال في الجو بين التنانين وبينتهي بإن فيجار بيلتهم لوك وتنينو وبيقتلهم، والخبر بيوصل لرينيرا، وبيكون ده الشرارة الحقيقية لبداية الحرب. وبتنتهي أحداث الجزء الأول عند اللحظة دي. لو وصلت لهنا والحلقة عجبتك فدعمك هو المحرك الأساسي لتيل بلوت. لايك سريع وسبسكرايب للقناة هيفرق معانا جداً عشان نستمر في تقديم محتوى يليق بيك. رقم 5. صقر رينيرا اللي بيقلب كل الموازين ضدها. Fuck dignity. I want revenge. حزناً على ابنها وبعد تأكدها من موته بتقرر رينيرا مع دايمون إنها لازم تنتقم من إيموند قصاد موت ابنها، وبيبدأ دايمون ينفذ خطة للانتقام عن طريق الاستعانة بواحد من الحرس السابقين وشخص تاني من الرات كاتشرز اللي بيعرفوا الممرات السرية تحت القصر عشان يساعدوه في التسلل والوصول لإيموند، لكن بيفشلوا في الوصول ليه، وبدل ما يقتلوه هو بينفذوا جريمة بشعة جوه القصر وبيقتلوا ابن إيجون الصغير قدام أمه. الحدث ده بيصدم المملكة كلها وبيخلي إيجون يقرر ينتقم بإعدام عدد كبير من الرات كاتشرز، وبيتحول الغضب والتعاطف ناحية معسكره، وبيتم استغلال الحادثة سياسياً بشكل كبير جداً، خصوصاً مع الجنازة اللي بتتعمل للطفل واللي بتأثر في الناس وبتدي مبرر أقوى لاستمرار الحرب ضد رينيرا. They are a protector of the realm. رقم 4. محاولة قتل رينيرا ومحاولة منها لإيقاف الحرب قبل بدايتها. Slain by King Aegon! بيحصل تصعيد خطير لما بيتم إرسال أحد فرسان الحرس الملكي إلى دراغونستون في محاولة اغتيال رينيرا، مستغل الشبه الكبير بينه وبين أخوه التوأم إيريك اللي بيخدمها، وبيقدر يتسلل فعلاً للقلعة، لكن قبل ما ينفذ مهمته بيتواجه مع أخوه وبيحصل قتال بينهم بينتهي بموت إيريك على إيد توأمه إيريك بعد صراع صعب بين الولاء والدم. وفي نفس الوقت بيكون في توتر داخل معسكر الملك إيجون، وبيتم إبعاد أوتو هايتاور من منصبه وبيتم تعيين كريستيان كول بداله، وده بيزود الطابع العسكري في إدارة الحرب. وعلى الجانب التاني بتحاول رينيرا في لحظة أخيرة تقلل الخسائر، فبتتقابل مع أليسن وبتوضح لها إن النبوءة اللي بنت عليها أحقية إيجون في العرش حصل فيها سوء فهم، وفيزيريس كان يقصد إيجون الفاتح مش ابنه، لكن بيكون فات الأوان لأن الصراع وصل لنقطة صعب الرجوع منها والجيوش بالفعل بدأت تتحرك. There is more than one way to fight a war. رقم 3. معركة روكس ريست. Soon they will not even remember what it was that began the war in the first place. مع التحضيرات لبداية الحرب بيتحرك كريستيان كول بجيشه ناحية روكس ريست، وبيكون الهدف من الهجوم استدراج أحد تنانين رينيرا في كمين مخطط ليه، وبيكون إيموند جزء أساسي من الخطة. وبتقوم المعركة في روكس ريست، ولما بتوصل الأخبار لرينيرا بتكون محتاجة تدافع عن حلفائها، لكنها ما بتخرجش بنفسها وبتبعت رينيس بتنانينها. هناك رينيس بتواجه إيجون بتنينو، لكن المعركة بتتصاعد بشكل مفاجئ مع دخول إيموند بتنينو فيجار، وبتتحول لمواجهة غير متكافئة، وبينتهي القتال بمقتل رينيس
لكن قبل كده بتنجح في إنها تصيب إيجون وتنينه إصابة قوية جدا، وبيخرج من المعركة مصاب إصابة خطيرة. وبعدها إيموند بيبدأ يسيطر بشكل أكبر على القيادة بسبب غياب إيجون، وبيظهر توتر واضح داخل معسكرهم خصوصاً مع تهميش دور أليسن، وده بيخلق انقسام داخلي في العيلة. كريستيان كول قائد عسكري عظيم، تفتكر ممكن يغير مكانه ويعلن ولاءه لرينيرا في الموسم الثالث؟ قول لنا رأيك في الكومنتس، ومين تاني ممكن يغير ولاءه؟ Reason is forgotten. رقم 2، محاولة تقويض التنانين واستعادة توازن القوى بين الجيشين. The dragons dance, and men are like dust under their feet. بتكشف رينيرا إن استعادة توازن القوى في الحرب هيكون عن طريق زيادة عدد راكبي التنانين لمواجهة قوى فيجار تنين إيموند اللي بيمثل تهديد كبير في أي معركة. وبتدرك إن التنانين الموجودة مع أولادها وحلفائها مش كفاية، فبتبدأ تفكر في حل تاني، وهو إنها تعتمد على أي حد عنده دم تارجاريان حتى لو كان غير شرعي. فبتعلن عن البحث عن أشخاص يقدروا يروضوا التنانين، وبيظهر بالفعل عدد منهم زي هيو وشخص تاني اسمه ألف وايت واللي بيدعي إنه من نسل تارجاريان. وبعد محاولات بينجح هيو في ترويض تنين قوي، وده بيكون بداية لتغيير ميزان القوى في الحرب، وبيوضح إن الصراع داخل على مرحلة أخطر بوجود راكبي تنانين جدد. While you have mustered an army, Rhaenyra has faltered. رقم 1، مفيش مفر من الحرب. We must strike while we have the advantage. لما بتدرك أليسن إن مفيش مفر من الحرب، وبتفهم إن رينيرا عندها قوة كبيرة بتحالفاتها، بتحاول تتقابل معاها في محاولة أخيرة للفهم وتقليل الخسائر. لكن اللقاء بيكشف إن الصراع وصل لنقطة اللا عودة، وإن كل طرف متمسك بحقه في العرش. وفي نفس الوقت بيبقى واضح إن إيموند بقوته وغروره ممكن يصعد الحرب أكتر، خصوصاً مع سيطرته العسكرية وتنينه فيجار، وده بيخلي الموقف داخل معسكرهم نفسه متوتر. وبينتهي الموسم الثاني عند لحظة تصاعد التوتر واستعداد الجيوش، مع إحساس إن الحرب الشاملة بقت قريبة جداً، ومصير كل الشخصيات بقى على المحك. All answer outrage is outrage. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، وعاوزينك تقول لنا توقعاتك للي ممكن نشوفه من العالم ده في الجزء الثالث، ومين هي شخصيتك المفضلة اللي هتتمنى ما يتقتلش في المعركة اللي جاية. ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل دي تيل بلوت عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير لو الحلقة دي عجبتك، وتفعل زرار الإشعارات عشان توصلك حلقاتنا أول بأول.